افتح يا ميمي ما تخافش. يا عم افتح، مش جاي اقبض عليك. اتفضل يا باشا. ايه يا نادين؟ انا مش طلبت منك تصحيني عشان انزل اتصرف في فلوس، سايبيني نايم ليه كل ده؟ معلش انا اسفه، طب ممكن تقعد بس، عايزه اقول يا لك ستي عايز انزل. معلش اقعد بس ثانيه واحده، هقول لك حاجه. ثانيه واحده يا يوسف. نعم. انا قلت مفيش داعي اصحيك عشان انا اتصرفت لك خلاص. ايه ده؟ انا بعت الشقه لفايز. ما كانش ينفع يعني اقعد اتفرج عليك وانت مزنوق وانا بايدي حاجه اعملها وما اعملهاش. شقة ايه اللي بعتيها يا نادين؟ شقتي، شقه الزمالك. انت بعتي شقة الزمالك عشان تجيبي لي فلوس انا هسدد بيها؟ طب ومامتك؟ مامتي هتروح تقعد عند طنط حوريه، هي قاعده لوحدها ومحتاجه انها حد يسليها ويقعد معاها، هيتسلوا مع بعض كده احسن لها على فكره. مش الشقة دي اللي انت قلتي لي قبل كده انها ذكرياتك وطفولتك وما تقدريش تبعدي عنها والكلام ده كله؟ ايوه يعني انا قلت كده. ايوه بس دي حته شقه يا يوسف، يعني انت اهم عندي من 100 شقه. معقولة؟ معقولة أنا كنت حمار للدرجة دي؟ حمار ولا أعمى ولا ما بفهمش ولا إيه؟ أعمى مش شايفك ولا شايف أمي؟ معلش يا نادين، أنا شكلي كده من كتر ما شفت ناس وحشة في الدنيا ما كنتش متخيل إن في بني آدمين كويسين زيك. طب اسمعي، الفلوس دي أنا مش هاخدها منك، دي فلوسك، وأنتي مش هتمدي إيدك عليهم ولا تصرفي منهم ولا مليم، لأن أنا هرجع لك الشقة تاني وهديهم لفايز. أيوه زي ما سمعتي كده بالظبط. وأول ما أخلص يومين الشغل اللي قدامي دول هاخدك ونطلع أسبوع عسل في شرم الشيخ. مش كان نفسك تروحي شرم الشيخ؟ اه كان نفسي. خلاص يبقى هنسافر نتفسح. بجد يا يوسف؟ بجد يا نادين. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك ليا يا حبيبي يا جوزي، ما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا نادين. انا بحبك قوي يا يوسف. وانا كمان بحبك قوي. طب تمام قوي، خلي لي بقى عينك عليها، مش عايزه تغيب من على عينك ثانيه. ها، الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت، يعني مراقبه 24 ساعه، انت فاهمني؟ يلا سلام. ها ميمي، كنا بنقول ايه بقى؟ مين بلغ عني يا باشا؟ مين قال لك على مكاني؟ ما حدش بلغ عنك. ما تبصليش كده، انا ظابط مباحث يا ميمي مش بياع فجل. يعني اصحابك دول مهما تحاوطوا ولا حتى تلائموا فده مش هيمنعني اني اوصل لك، ده لو انا عايز اوصل لك. وبعدين يا سيدي انا جيت معاك دغري من البدايه وقلت لك ان انا مش جاي اقبض عليك. وعشان ترتاح اكتر انا جاي اتكلم معاك راجل لراجل. ماشي يا باشا، اتفضل اتكلم. انت مين بالظبط بقى يا ميمي؟ الواد الجدع اللي معروف في الحته وكل الناس بتعمل له حساب، ولا اللي بيزنس مان وفجاه بقى عنده مطعم كده 5 نجوم بين اي مقدمات وفجاه المطعم يتحرق، ولا الواد البلطجي المجرم الهارب اللي قتل وزيره والدنيا كلها ملهاش سيره غيره؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ما تفهمني. اولا يا باشا انا ما قتلتش فريد الوكيل، حاول معلش تصدقني، انما بقى عايز تعرف حكايتي دي مفيش اسهل منها. عارف ليه؟ لان انا واحد عايز يعيش. حلو قوي. ومين بقى اللي مش عايزك تعيش؟
اللي بيقول مين يموت ومين يعيش، اللي بيقول مين يبقى بني ادم ومين يبقى عبد عنده. انا عمري ما كنت جاني هيثم بيه، طول عمري مجني عليا، بس مش لوحدي، ده جيل كامل، جيل كامل طلع على وش الدنيا دي مش عارف ياخد حقه غير بالدراع. ده كلام الناس الفاشله، الشماعه اللي بتعلقها عليها اخطاء. عندك حق، ما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. جربت تعيش زينا؟ جربت تصرف على عيله كامله؟ جريت في الشارع ليل ونهار عشان شويه ملاطيش ما يقضوش عيل صغير؟ ده الفرق بيننا وبينكم. طول عمركم شايفيننا زباله، شويه عيال عايشين في مناطق شعبيه ربنا خلقهم عشان يأذوا الناس وبس. انت عارف انت مشكلتك ايه يا ميمي؟ انك عشت طول عمرك تقنع نفسك انك مظلوم، وده بقى اللي اداك الحق انك تعمل اي حاجه وكل شيء مباح بالنسبه لك. انت بتتكلم صح، بس المباح بالنسبه لي كنت بدور اللي يعيشنا لمده يوم، اسبوع، شهر بالكتير. مش زي ناس تانية يا باشا كلت البلد كلها ما شبعتش ومحدش قال لها كفايه. عملتوا انتوا ايه؟ سبتوهم هم ومسكتونا احنا. مسكتوا الغلبان اللي سرق 10 جنيه عشان مش لاقي ياكل. سبتوا الناس اللي سرقت مليارات من البنوك. مسكتوا العيل اللي شايل سيجارتين بانجو في جيبه، وسبتوا الناس اللي بتدخل مخدرات البلد وش كده عيني عينك. هديتوا العيشة بتاعت الناس الغلابة اللي بتدري عيالها فيها من البرد، وسبتوا الناس اللي سرقت الأراضي بالملايين. عرفت بقى بالشغل ما عرفتش؟ انتوا عمركم ما هتيجوا على حد غير علينا احنا بس. ما اسمهاش كده يا ميمي، اسمها ما بنقدرش غير على القانون قادر يدينه وبأدلة كمان. فلو انت بقى عايز الناس اللي انت بتقول عليهم دول يقعوا، فلازم تساعدني عشان انا كمان اقدر اساعدك. انا عاوزك تقول لي مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم وورطوك زي ما انت بتقول. ما ينفعش يا باشا، الناس دي مش صغيرة، الناس دي كبيرة وحيتان ممكن ياكلونا كلنا. عايز منك جميلة، ده ليا حق عند الناس دي، سيبني اخد حقي وانا برحمة ابويا احكي لك لحد عندك. ماشي يا ميمي، بس قد الجماهير بقى. انا عد يا باشا. قولي لي يا موح، هو الواد ميمي مش باين اليومين دول ليه؟ موحة بسألك. ايه ياما؟ ميمي مش باين اليومين دول ليه؟ ما قلتلك مسافر ياما. مسافر؟ إيه ده؟ طب وهيرجع امتى ان شاء الله؟ شهر شهرين محدش عارف. ادعيله انت بس والله. نبي يا بنت في كل ركعة بدعي من قلبي وانتجان دماغي ربنا يوقف له ولاد الحلال. ولاد الحلال هما فين دول؟ يوه كتير، بس انت عارفة ولاد الكلب وولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، سوقوا سمعتهم. بس هم موجودين بس ما بيظهروش الا وقت الشدة. خليه يقع في دقيقة كده وشوفي كل ولاد الحلال هيقفوا حواليه. اصل انا ده عياله والله يا بنتي، وانا دعاية ما بيخيبش ابدا. طب ادعيله تاني والنبي ياما. يا بنتي انت مش واثقة فيا ليه؟ دعيت له. ادعيله تاني معلش. حاضر ادعي له تاني وتالت. إلهي يسترك دنيا وآخرة ويخليك لأمك ولمراتك الغلبانة ويعلي مراتبك ويوطي عدوك وياخد بيدك ويحفز باللي يكرهوك الأرض يا رب. يا ميمي يا ابن أم ميمي يا رب. مبسوطة يا حبيبتي؟ مبسوطة يا قلب أمي؟ ربنا يكرمكم يسترها معاكم يا رب. لا وكلكم والبت نادين ديكم تاني خالص. دي طلعت ب 100 راجل يا جدعان. باعت الشقة وجاية تقول لي خد الفلوس سدد بيها القرض. بس ما تزعلوش مني بقى، انا ما قدرتش اخد منها ولا مليم. محدش زعلان منك يا يوسف، انا فاهمك، انت عندك حق. ايه رايكم يا جماعه نبيع المحل ده وبتمنه مسدد القرض وبعد كده ربنا يسهل؟ يا جدعان قرض ايه وفلوس ايه اللي عمالين تفكروا فيها؟ ما نشوف المصيبه اللي احنا فيها الاول. الموضوع مقصود يا جدعان، الضرب عمال يجن ورا بعض عشان ما اعرفش جاي منين ولا منين. امينه وكانوا عايزين يقتلوها،
وانت السن جالك يهددك، وانا قتلوا لي الوزيره، وده قبل كده مع امجد. مش عارفين الموضوع الزفت ده يخلص على ايه. اقول لك انا بقى يخلص على ايه؟ يتقلع من جذوره. ما احنا مش هناخد الضربه ونفضل قاعدين مستنيين الضربه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، اخرتها ايه؟ عندك حق يا يوسف، لازم نخلص. الجنرال عايز يخلص علينا. خلاص يا جماعه نخلص عليه بسرعه. ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو سهل بالنسبه لكم كده ان انتوا تخلصوا على اي حد؟ بقول لك ايه، مفيش قدامنا غير كده، يا قاتل يا مقتول. هنقول له ايه؟ اتفضل تعالى اقتلنا. بعدين يا مينا، ما انت اكتر واحده عارفه. شفت اللي بيقف قدام الناس دول بيحصل له ايه؟ بس ده خطر عليكم كلكم. يا ستي خطر، بس هنعمل ايه؟ ما هو بيقول لك يا قاتل يا مقتول، هنستناه لغايه لما يقتلنا؟ يا جدعان احنا في سبق واللي يلحق الاول. احنا ننط عليه في بيته ونخلص عليه. ازاي يعني؟ ازاي؟ ده اسمع ان هو عايش في قلعه ما بيخرجش منها اصلا غير وهو متخفي. نشوف طريقه، واكيد الراجل ده عنده نقطه ضعف، وهي دي اللي هتوصلنا ليه. على بركه، ربنا يسهل ان شاء الله. مفيش اخبار عن سيكا يا جدعان؟ حد وصل له؟ انا وامينه رحنا له عند اروى في المكتب، وقالت لنا اخر مره كان بيكلم واحده في التليفون اسمها لولا. لولا؟